جزيرة عربية كأنها من عالم تاني. هنا هتشوف العجايب. خبطتها جابت دم، ولا بقى تقولي مالديفز ولا اي حاجه. حتة من الفضاء على الأرض. وسط المحيط بعيد عن الزحمة، جزيرة ناس كتير ما يعرفوش عنها حاجة. الشجره دي مش هتشوفها في اي مكان. ما شاء الله عندهم هنا يعني البحر جامد جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده، ده حمام سباحه. وعمرك ما هتصدق الجمال اللي فيها. سبحان الله. سقطرى ما في سقطرى. أنا قضيت فيها أسبوع كامل. كريم بالزيل يمني، $100 تجيب لك كل ده. واحده من احلى التجارب. الحياه هنا بسيطه جدا. بص 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 بص، روح. أسبوع من المغامرات، من الصيد وسط أنقى مياه شفتها، ومن اكتشاف كائنات وأسماك عمري ما شفت زيها. قفلت بقى، بص انا السمكة دي واحدة من أعنف الأسماك، تقدر تقول عليها كده كأس العالم في الصيف. ده اللي بيخلي الناس تيجي سقطرى. اول مره في حياتي اصطاد. ده مش مجرد سفر، ده مكان بيرجع لك روحك، انا عايز اجي سقطرى كتير. I can't not come back now. وبيقول لك إن لسه في جمال مخبي في وطننا العربي. جمال الطبيعه هنا ما شاء الله، يعني من عالم تاني. جمال محدش لسه وصل له. سقطرى أجمل جزيرة محدش بيتكلم عنها. احنا فين كده؟ من الجيزة. ها؟ من الجيزة. من الجيزه؟ من الفيصل. لا يا عم انت من عدن. وجايين من عدن كده؟ ايوه. بسلاحكوا؟ ايوه. ده الصرف في الشارع وقت كده، فاهم؟ فك الفلوس في الشارع. $100 ب 156,000. هي في المفروض في البنك 160,000، بس البنك ما بيصرفش. سوق سودا بقى. 156,000 ريال يمني. $100 تجيب لك كل ده. كل بقى الناس اللي واقفه ورا دي سوق سودا، واقفين بشنط فلوس يغيروا الفلوس، عشان لو انت البنك مش شغال تقدر تتصرف من عندهم. كاتب لك اذا كنت لا تملك المال لا تخجل ان تطلب ما يسد جوعك. والله حاجه حلوه قوي. اتمنى ان احنا نشوف يوفط زي دي في مطاعم كتير، تبقى دايما يعني بتدعو الناس ان هي لو انت فعلا معكش فلوس وعايز تاكل تعالى كل، ويعني ما تبقاش محروج ان انت تيجي تطلب، او ان انت تكون بتشحت مثلا او حاجه. لا، هو الناس فاتحين لك دعوه لاي حد مش مقتدر او عايز ياكل يجي ياكل. احنا جينا نشتري اللبس اليمني الاصلي وهو السارنج. السارنج ده بقى بيتلبس تحت. ايوه صح؟ مظبوط. الرجاله بتلبسه على طول في كل حته. ايوه مظبوط، يعني ده اللبس التقليدي لاهل البلد. في منه نوعين، في نوع يجي مغلق وفي مفتوح. طبعا هو ما فيش مقاسات ولا حاجه، لان هو كله مقاس واحد. ايوه كله مقاس واحد بالضبط. ده بقى اللي بتلبسه تحت، وفوق تلبس اي حاجه، تيشيرت، قميص. ايوه المفروض تلبس بعدين تيشيرت وقميص نوم. ده خفيفه. ده للصيفي. ده برضه يجي الصيفي. حلو ده. يعني يعتبر المصريين بالنسبه لي زي اهلي يعني. والله. لأن والله عشت فيها تقريبا 6 سنوات، يعني يعتبر المصريين جزء مني والله. انا فرحان انكم جيتوا لي والله. حبيبي شرف لينا والله. الله يخليك. خلاص يبقى نلبس ده. ايه رايكم؟ كريم بالزيل يمني، والله يعني شغال. هلا بيكم. طبعا سقطرى يعني بحر. ما شاء الله عندهم هنا يعني البحر جامد جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده، ده حمام سباحه مبدئيا، مش بحر. جمال الطبيعه هنا ما شاء الله، يعني من عالم تاني. ولا بقى تقولي مالديفز ولا اي حاجه. هو ده. صباح الخير. ايه الاخبار؟ طبعا احنا عايشين هنا على الجزيره في خيم، لان الجزيره نفسها ما فيش بقى فنادق والكلام ده كله، فانت هتيجي هنا تتوقع ان انت هتعيش في خيمه في مكان زي ده كده. مش لازم تكون خيمه، ممكن تكون في زي غرف كده على البحر برضه، ولكن حاجات ايه يعني بسيطه جدا. الحياه هنا بسيطه جدا. هتعيش يعني زي ما الناس عايشه، يعني زي ما الناس هنا عايشه. الناس هنا عايشه في عشش،
تصحى طبعا على المنظر الجميل ده على البحر كده على الشروق، حاجة جامدة جدا جدا. احنا دلوقتي وصلنا مكان اسمه وادي كليسا. وادي كليسا ده المفروض ان هو زي حمام سباحه من الطبيعه، الميه الامطار اللي بتنزل عملت حمام سباحه. قعدنا مثلا ساعتين في العربيه ودلوقتي وصلنا، هناخد مثلا نص ساعه مشي عشان نوصل المكان. تخيلوا المكان ده في سقطرى. الصراحة واحدة من أحلى التجارب اللي أنت يعني لو جيت سقطرى لازم تعيشها. هو الطريق طويل شوية عشان تيجي هنا، ولكن إحساس جامد قوي. يعني أولا المياه نظيفة جدا، مياه عذبة، وتجربة جامدة. إيه ده؟ واحدة من عجائب سقطرى هي شجرة دم الأخوين. دي في أقاويل كتير عليها، ولكن الحاجة اللي يعني اللي الناس منتشرة هنا في سقطرى هي الأخوين اللي قتلوا بعض، دمهم نشأت عن طريق الشجرة دي. حتى بيقول لك لو قطعت الشجرة دي بتنزل حاجة زي الدم الأحمر بنفس اللون. طبعا أقاويل بتقول بقى قابيل وهابيل، أو هم أخوين ما لهمش علاقة بأي حاجة. والأجانب بيسموها دراجون بلاد تري عشان برضو موضوع الدم اللي جواها ده. زي ما انتم شايفينها كده، شجرة شكلها غريب مش طبيعي. تحس ان هي مثلا واحد لابس طاقيه، تحس ان هي عامله زي المشروم وبقى في ظل تحتها. يعني هي دايما الطاقيه اللي فوق دي بتبقى مضلله تحتها كده، فيبان الظل تحت الشجره. وسبحان الله شكلها اكن مثلا عارف انت لما بتبقى في جنينه وواحد بيقصقص الشجره دي بحيث ان هو يبقى شكلها حلو. لا، الشجره دي طبيعي كده من غير اي حاجه، هي شكلها كده، ولا حد بيقصقصها ولا حد بيعمل فيها اي حاجه. سبحان الله. تعالى كده نجرب نشوف هل اه شايف فعلا زي الدم بالظبط. استنى كده، لون الدم سبحان الله. لا، هو درجة لون الدم، يعني مش لون الدم بس، لا هو اكن ده صباعي متعور. بص خبطتها جاب الدم. طعن شوية مي يعملوا ماسك للحريم. وريه كده، نعمل لك ماسك. تعالى كده، روح بتجيب مي. سلام. ماسك ببلاش، زي الحبر بيطلع لون حبر. بصوا عامله ازاي لما اتحطت على الصخره، بقت عامله زي الخلايا. تعالى كده، بصوا ده الصغير منها لسه، يعني لسه كمان الشجر ده بس مش معمر وبقاله سنين، لا كمان لسه في منه بيطلع، لسه منه الشجر الصغير ولسه بيطلع. يعني بعد سنين هتلاقيه برضه هنا لسه موجود. اللي عنده معلومه بقى حقيقيه عن الشجر ده او يعرف اصله ايه فعلا يكتب لنا في الكومنت. بس هي طبعا كل الاقاويل اللي اتقالت دي في جزء منها حقيقي، يعني فعلا بيطلع دم، الشجره بتطلع دم. ما ينفعش طبعا تيجي هنا الا لو تيجي تاكل، تقعد قاعده حلوه كده تحت ظل الشجره، تاكل وجبه جميله كده مندي. ما ينفعش نبقى هنا وما ناكلش مندي، يعني سقطرى تبع اليمن واليمن اصل المندي، ف نديها. تقعد بقى تاكل كده. يا سلام، وسط الطبيعه. وبرده حاجه مهمه جدا جدا هنا في سقطرى هي الصيد. الناس بتيجي هنا مخصوص عشان تصطاد في سقطرى. الصيد ده ليه قصه لوحده.
I'm Sean McRae. I'm originally from the U.S., Texas, and this is my second year coming to Socotra for fishing and relaxing. It's a beautiful, beautiful place. Okay, what brought you to Socotra? Just fishing group. Went fishing with them, started enjoying more of the outdoor and getting away from work, and then when this place became available, I thought about it, but it's very remote. And so I took the adventure. Signed up last year, was my first year, came 2 weeks. I can't not come back now. The fishing is unmatched. The water is beautiful, but the peace here at night and just being here with the mountains and the island is very, very nice. Like what's attractive about fishing here? These waters are very shallow to very, very deep. The meeting of two oceans coming together, and so it's just a lot of marine life that comes through. You never know what you're gonna catch. Could be a monster GT, could be the big rubies that we had yesterday. بقاله مثلا يجي نص ساعة واقف بيشد في السمكة، فواضح إن هي حاجة كبيرة أوي. يلا يا شون! اديله! اوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واو مش عارف اعرف حبيبي this is Socotra. العب يلا! لا تسوي حاجة. اوكي بص سبحان الله عامله ازاي. شوف الالوان. What fish is that? This is ruby. Ruby. And to get this big, this deep, only Socotra. How much does it weigh, do you think? Maybe 13 kilo? 13. 13, 15 kilo, 13? 13 15 It's huge. Let's put it for lunch. Put it down. ليه سوكوترا؟ المكان تقدر تقول عليه سحرني. أول ما وصلت المكان شفت الطبيعة، شفت طيبة الناس، شفت المكان قد إيه هو خيالي. طبعا الناس اللي متابعة الصيد وبتحب محتوى الصيد هيبقوا عارفين الراجل العالمي ده عبده all day fishing صح؟ صح. من الصفحات الجامده جدا جدا يعني اللي بتعمل محتوى جامد في الصيد. الراجل ده السنه اللي فاتت جه سوكوترا قال لي احنا رايحين السنه دي وعايزك معايا، واهو ادينا جينا اهو الحمد لله اخيرا نعمل احلى صيد. ان شاء الله نطلع نصطاد وحوش باذن الله. بتحب بقى ايه اللي خلاك تيجي تاني سوكوترا؟ انا هنا بسم الله ما شاء الله يعني في خير كتير في البحر، تصطاد وحوش يعني ادمان هنا. طبيعه الجزيره يعني الطبيعه البدائيه لسه فيها كده. طيب احنا دلوقتي هنطلع معاهم وهما بيصطادوا زي ما انتم شايفين كده. كل المراكب دي طالعه النهارده تصطاد. بسم الله. اوكي. السمك بيهجم عشان حاجتين، يا اما يكون جعان بياكل which is feeding، او ان هو يكون تريتوريال مش عايز ازعاج او مش عايز اي حد في المنطقه بتاعته يهنت في المنطقه اللي هو بيهنت فيها. فاحنا لما بنعمل ايميتيشن لصوت الفيدنج يا بتهجم عليه عشان ده تريتوريال دي منطقتي ما تاكلش فيها، يا بتهجم عليه عشان تاكل معاه. بص لقوا حاجه. طلعوا سمك. اوه السمكه اللي ما بتتاكلش او ما فيش غرض منها بيرموها في المايه تاني. ما تخافش. بسم الله. بص دلوقتي هو بيساعده يديله الحزام عشان السمكه تقيله، فهو لازم يحط الحزام عشان يسند عليه. جاهز يا باشا. بص السناره متنيه ازاي. بص بتتني ازاي. قوية عندك قوية شوي مش قوي يعني بس قوية. عندك عندك ارفع عبد الرحمن، ارفع يا سيد الحوش. السلام. بصوا ما شاء الله
بشر خير عندك وواحدة في الصندوق. انا اللي عندي. كده احنا رجعنا. الساعة دلوقتي 11 12 الظهر. فده أول جزء، يجوا يجمعوا كل السمك اللي اصطادوه، بعد كده يطبخوه وينزلوا تاني الساعة 2 الظهر. This is your baby. It's lunch. احلى حاجه بقى في الموضوع ده ان انت بتفضل تاكل سمك كل يوم، يعني طول ما انت قاعد على الجزيره هنا انت عمال بتاكل سمك بس كل يوم. اذا انت ما قدرتش تحصل اكلك بدراعك هتاكل مكرونه، هتاكل رز، لكن مش هتحصل حاجه تاني. دلوقتي كده جه ميعاد الطلعه الثانيه الساعه 2 الظهر. دي بتبقى المفروض ان هي الطلعه يعني اللي بيبقى السمك فيها اكتر، البحر بيهدى فالسمك بيبقى اكتر. يا مسهل. روح 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 يا بيه. دلوقتي بتخليها هي تسحب؟ لا بحاول ابعدها عن بيتها اللي هي بتضرب فيه. اه خيط في الارض. بص هي عايزه ترجع هناك. السمكه دي بتضرب بتروح تنزل تحت في الارض وتحاول تضرب الخيط في الشعب المرجانيه لحد عشان تقطع الخيط. السمكه دي واحده من اعنف الاسماك، تقدر تقول عليها كده كاس العالم في الصيد. قوي قوي. اسحب 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 يا عبد الرحمن. كلر 60 كيلو 60 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. شوف الباز، امسك من الدق، افتح البل. ما شاء الله. شفت صعبه ليه؟ لانه ضرب في الزعنفه بتاعتها. ليه تنزلها الميه تاني ليه؟ هي لازم تنزل ميه تاني نحافظ على البيئه، لان السمكه بتجيب لهم سياحه، بتجيب لهم فلوس هنا. ايوه السمكه دي يعني هم ما بياكلوهاش؟ لا السمكه دي بياكلوها بس هي مهمه اقتصاديا اكتر من اكلها. السمكه دي بتفيدهم لانها بتجيب لهم سياحه للجزيره، فهم بيهتموا بيها وبيحافظوا عليها، عشان كده هننزلها. هات مي. هم بيحاولوا دلوقتي يحافظوا على حياتها عشان ما تموتش وهينزلوها الميه تاني. خد السمكه ونط بيها. 1 2 3 روح. هي دي سكاترة. جرين جوب فيش. تعال هنا. الله اكبر. شايفين الوحوش اخيرا. بص العض بتاعها. بسم الله ما شاء الله. شايفين حجمها؟ هذه سكاترة يا جماعه. عايزين سمك تعالوا لي. لا بس دي حاجه صغيره دي. انا عايز حاجه كبيره يا اخي. بص امور. لا سحر ولا ده شعوذه. ستروبري. اهو يلا بسم الله ما شاء الله حجمه حلو اهو اهي. This is my baby. اول سمكه في العالم. انا عايز اكل سكواترا كتير. اهي طلع ملحقش عشان السنة. بص اهي استنى. لا زي ما هي اهو. اثبات حي ان السمك بزياده في سكواترا اهو. اول مره في حياتي اصطاد طلع السمكتين دول معايا ورا بعض الحمد لله. الواحده 15 كيلو مثلا. بفكر جديا بعد الرحله دي ادي كورسات صيد. لازم. كام دي؟ كام؟ التالتة. ايه خد العباده اهي شد. لا دي صغيره دي. ارجعها تاني. صغيره دي. لا حلو. انا متعود على السمك الكبير يا اخي. دي صغننه خالص. دي برضو السمكه الثالثه يا جماعه. ما شاء الله. دي تتعمل ايه بقى؟ مشوي سنجاري مقلي زي ما انت عايز. طب انا زهقت من الصيد، انا عمال بجيب سمك بس.
ايه ايدي وجعتني يا اخي. افتح البال، افتح الكام دي؟ الخمسة يا بيبي. قفلت بقى، بص انا ما شاء الله. دي وزنها مثلا حوالي 30 40 كيلو. هتقول لي عرفت منين وزنها؟ هقول لك ان انا في الجيم اقدر اقول لك دي تمرينة باي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ستة ما شاء الله ما شاء الله. مش قادر. ايه السمكه دي؟ لا 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 ايه ده تتحاسب حلو. لا 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 لا. سيب له الخيط. ايوه افتح البال، افتح البال، افتح البال. العكس ها. ونهديها بقى، نقول لها اهدي يا بيبي. ايوه كده مش هتتحرك. بس شوف بصوا السمكة دي، شوف بصوا عاملة ازاي دي يا جماعة. أقل حاجة عندي دي من 50 ل 60 كيلو يعني. بسم الله ما شاء الله. وكده نكون خلصنا الصيد. خلينا نشوف بقى حصيلة السمك اللي اتجاب ايه النهارده.